السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أصدقائي وأحبائي في كل مكان. صباح السعادة، صباح الانسجام، صباح القهوة، صباح الحكايات اللي لسه ما اتحكتش، صباح الناس اللي لسه ساكنة جوانا حتى لو مش موجودة حوالينا. معاكم أنا محمد سعد، ودي حلقة جديدة من راديو على ما تفرج، وحلقة النهاردة بعنوان فنجان قهوة. الغريب إن فنجان القهوة عمره ما كان بس قهوة، كان دايما حكاية بتتقال من غير صوت، بس بتتسمع كويس قوي لو قعدت مع نفسك شوية. يمكن علشان كده أكتر وقت بنحب فيه القهوة هو الوقت اللي بنبقى فيه لوحدنا. خلينا نطلع بفاصل ونرجع لكم من تاني، فيلا بينا. عمرك سألت نفسك ايه سر القعدة مع فنجان قهوة؟ ليه بنرتاح واحنا قاعدين ساكتين، ولا بنتكلم مع حد، ولا حتى مع نفسنا بصوت عالي؟ يمكن علشان القهوة هي الحاجة الوحيدة اللي بنشربها واحنا بنفكر اكتر ما بنحكي. في ناس بتشرب القهوة وهي مبسوطة، وفي ناس بتشربها علشان تحاول تبقى مبسوطة، في ناس تانية بتشربها وهي مستنية حاجة، رسالة، مكالمة، حد يرجع، أو حتى إحساس يرجع لها تاني. أغرب حاجة في فنجان القهوة إنه دايما بيجي في لحظات اللي بنبقى محتاجين فيها نفسنا. لما الدنيا تتزحم علينا نقول هقوم أعمل قهوة، مش علشان القهوة نفسها، بس علشان نقعد شوية ونفهم احنا مالنا. كم مرة قعدت مع فنجان قهوة وكنت بتفكر في قرار، تمشي ولا تفضل، تتكلم ولا تسكت، تسامح ولا تكمل زعل؟ والأغرب إن أغلب القرارات اللي أخدناها في حياتنا اتاخدت واحنا ماسكين فنجان قهوة. انتوا دلوقتي بتسمعوا راديو على ما تفرج مع محمد سعد، راديو على كيفك. في الحقيقة فنجان القهوة شاهد على كل حاجة. فنجان القهوة شافك وانت بتضحك، وشافك وانت مكسور، شافك وانت بتكتب رسالة وتمسحها، وشافك وانت مستني رد مجاش، شافك وانت بتحاول تنسى وفي نفس الوقت مش عايز تنسى. كم مرة قعدت وبصيت للفنجان وسرحت، مش علشان القهوة، بس علشان اللي جواك كان تقيل ومحتاج يطلع. طب فاكر آخر مرة قعدت مع نفسك بجد؟ مش ماسك موبايل، مش بتقلب في أي حاجة، مش بتحاول تسرق وقتك من التفكير، بس قاعد ساكت ومستحمل صوت دماغك. يمكن علشان كده في ناس كتير بتهرب من القعدة دي، علشان الحقيقة دايما بتظهر في الهدوء. احنا مش بنشرب القهوة علشان نصحى، احنا بنشربها علشان نواجه نفسنا شوية، نقعد مع كل حاجة هربنا منها، مع كل كلمة ما اتقالتش، مع كل إحساس حاولنا ندفنه وطلع تاني، مع أول رشفة قهوة. القهوة مش بتفوقك، القهوة بتفوق اللي جواك. لو عندك فنجان قهوة الليلة، جرب تقعد مع نفسك من غير ما تهرب ومن غير ما تلهي نفسك. اسمع نفسك، يمكن تلاقي إجابة أو حتى تلاقي سلام. وما تنساش إن في حاجات كتير في حياتنا مش محتاجة حد يسمعها قد ما هي محتاجة إن احنا اللي نحسها. كنت معكم أنا محمد سعد في حلقة فنجان قهوة من راديو على ما تفرج. استنونا الحلقة الجاية إن شاء الله، وبتمنى لكم يوم سعيد مع قهوة جميلة وقهوة مظبوطة وشها مظبوط، ويوم مليء بالهدوء. ونقول لكم باي.